اهلا وسهلا باحلى مشاهدين. النهارده هنكسر شويه الروتين مع بعضينا، بدل ما كل مره نعجن بقى عجينه وحاجات زي كده. انا هقول لكم العجينه هي عجينه سهله جدا وبسيطه جدا واتعملت اكتر من مره. بس هقول لكم عليها واشرحها لكم ونعمل خطواتها، وهنعمل برضو قدامنا يعني معايا عجين هنشكل منه الحاجات اللي احنا عايزينها. بس النهارده انا هتكه شويه على حاجه يعني بنشتريها كتير من بره، واوقات بنشتريها في الحفلات بالاخص، وسعرها غالي قوي، فهنعملها النهارده مع بعض. هي طبعا بالعيش، اسمها فينجر فود، او الساندوتشز الصغيره اللي بتتاكل في يعني جاست وان بايت، يعني قطمه واحده تحط في البق وخلاص. هنعملها عشان ما ابقاش حرمتكم من حاجه، ويعني هنعملها مع بعض. طيب خلونا نبدا بالكلام في الاول عن العجينه. العجينه بتاعتنا ببساطه اللي هي عجينه الفينو، العيش الفينو والكايزر، وهتنزل حالا قدامكم دلوقتي مقادير العيش الفينو والكايزر، وانا كمان هقولها لكم حالا. 3.5 كوبايه دقيق، 2 معلقه صغيره خميره، 2 معلقه صغيره سكر، 2 معلقه كبيره لبن بودره، وربع كوبايه وربع ميه، وربع كوبايه ماده دهنيه زيت او زيت زيتون او زبده سايحه او سمنه سايحه زي ما انتوا عايزين. الطريقه بكل بساطه، الدقيق على كل الحاجات الباودر الباقيه بحطهم مع بعض وبقلبهم كويس، وبعد كده ببدا اعجن بالميه بتاعتي. واول ما العجينه تتلم معايا والميه خلاص لمت العجينه، ببدا ان انا اخد الماده الدهنيه بتاعتي واخلص العجن بيها. الماده الدهنيه في الاخر بتنعم العجينه بتاعتي وبتلمها وبتخليها حلوه جدا وسلسه وطعمها كمان احسن. طيب بريحها. بعد ما بريحها ببدا ان انا اقطعها بالاحجام اللي انا عايزها، سواء اذا كان كايزر او عيش فينو او الفينجر فود اللي احنا هنعمله النهارده. الفينجر فود طبعا يعني واضح قوي من اسمه فينجر فود، يعني حاجه قد الصباع، حاجه كده صغنطوطه جميله كده، لسه عندها يا دوب يومين ثلاثه لسه في اللفه يعني. فهو ده اللي احنا هنعمله النهارده. انا اوريدي مجهز له العجينه دي اللي احنا بنعجنها، وهوريها لحضراتكم دلوقتي، وهنبدا تشكيل فيها، وهقول لكم ازاي تشكلوها وازاي تستوي وتاخد وقت قد ايه تخمير. وبعد كده اكتر حاجه هنشتغل عليها النهارده الحشوات بتاعتها وطرق للحشوات بتاعت الفينجر فود، لانه بتنفع جدا في اعياد ميلاد اولادنا، في اعياد ميلادنا احنا كمان، في مناسبات، في اي حاجه زي كده. كمان تنفع حلوه قوي قوي لو عندنا خطوبه، بتبقى حاجه شيك جدا. والحاجات دي معروفه قوي انها غاليه، ولما بتتعمل ما بتبقاش سهله، فبتبقى قيمه غير الساندوتشز اللي هي الكبيره. عامه انا معايا عجينه اهي، دي العجينه اللي انا عملتها من نفس الريسبي او سوري نفس المكونات اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي، هي دي اللي انا هشتغل منها حالا. انا هجيب بس قطعتين عندي اهم، دي القطاعه اللي انا هشكل بيها الشكل ده، ودي القطاعه اللي انا هشكل بيها الشكل ده اهم قدام حضراتكم. طيب انا هجيب بس النشابه بتاعتي اهي، وهجيب حبه دقيق عشان نشتغل بيهم عشان نفرد العجينه. بعد ما نفرد العجينه ونشكلها هنبدا مع بعض نحكي ونتكلم ونشوف الحشوات بقى بتاعتنا هتتعمل ازاي، لانها مهمه جدا. ادي العجينه بتاعتي اهي تمام جدا. كل ما العجينه كانت بتريح كل ما كان افضل بالنسبه لنا، وكل ما خدنا منها نتيجه احسن. العجينه دي بقى انا مش هفردها بسمك رقيق، لاني انا عايز العجينه دي تبقى كاني عامل مثلا البرجر بان زي ده العادي خالص، والعيش الفينو الصغير خالص اللي احنا عاملينه ده اهو. هفردها مثلا بسمك تقريبا سنتي اهو زي ما حضراتكم شايفين. انا خلاص هشيل ده بس بعيد، ودي انا كده مش محتاجها تاني خلاص. وهبدأ بعد كده اجيب صاج عندي، وليكن الصاج ده، وهديله ورق زبدة. تمام. وفوق ورق الزبدة حبة دقيق خفيفة اهو. وهبدأ بعد كده اعمل ايه؟ اشكل ده. عشان اشكل بس انا هحتاج حبة دقيق جنبي كده
بالشكل ده كده اهو، عشان خاطر هحط فيهم القطاعات بتاعتي علشان ما تلزقليش في التقطيع اهو. وهبدأ ان انا اقطع كده بالشكل ده. اخد القطاعة التانية واعمل نفس القصة. النهارده اكتر حاجة هنستفاد منها في الموضوع ان احنا عندنا شوية تتبيلات هنتعلمهم النهارده، تتبيلة لحمة، تتبيلة سمك، تتبيلة فراخ، حاجات زي كده، حاجات كمان مختلفة ما هياش المعتاد عليها. وهنشوف ازاي ممكن نعمل ساندوتش صغير زي ده ويكون حاجة تشرف قوي وتكون حاجة يعني شكلها شيك وجميلة اثناء ما احنا عندنا حفلة او حاجة زي كده في البيت. في الحقيقة العجينة حلوة قوي لان هي اتخدمت كويس في العجن، وكمان اتخدمت كويس في ان انا سبتها تريح، فده بيساعدني جدا ان انا اخد نتيجة كويسة في الاخر. فلازم تاخدوا بالكم من كده. على فكرة القطعة دي كانت موجودة وانا شكلتها بالشكل ده فادتني الشكل اللي انتوا شايفينه. يعني عشان لو بس ما تحتروش القطعات دي بنجيبها منين، لان في ناس بتسأل على الحاجات دي كتير. فعندي شكل ممكن مثلا دي بعد ما اخلص منها اجي دايس عليها شوية تديني شكل بيضاوي، يعني ممكن نبتكر بعض الحاجات اللي زي كده علشان ما نحتارش نجيب الحاجات دي منين ولا حاجة زي كده. ممكن لو عندي غطا، اي غطا برطمان صغير في نفس الحجم ممكن اشتغل بيه او اشكله. يعني نحتاج ان نبتكر اهو. مفيش حلقة هنتحرم فيها من العجين ابدا، الهي ما يحرمنا من العجين يا رب. كده هو ده بقى الفينجر فود. طبعا انا ممكن اعمل الفينجر فود ده من عجائن تاني كتيرة مختلفة، وان شاء الله ممكن في وقت من الاوقات نعمل الحاجات دي. يعني حلقة تاني من الحلقات اللي جاية ان شاء الله نعمل اكتر من حاجة زي كده، تكون حاجات مختلفة وتبقى تساعدكم ان شاء الله وترضيكم وتظبط الدنيا معانا في البيوت، بحيث ان احنا كل حاجة محتاجينها في العجين والمخبوزات والحاجات دي كلها مش هنشتري بعد كده من بره، ونضمن ان احنا الحاجات اللي بنعملها تطلع معانا مظبوطة وتمام، وكمان صحية اكتر من الحاجات الموجودة بره. بس كده تمام، احنا كده يعتبر خلصنا الصاج. هقول لكم يستوي على درجة حرارة قد ايه وايه الافكار اللي ممكن اعملها فيه. اهو انا كده خلصته تمام. هاخد بس العجينه بتاعتي دي خساره طبعا مش هتترمي، لكن هركنها في طبق هنا جنبي اهو، وهستخدمها فيها بعد تاني. ده بقى بعد ما بعمله كده بسيبه يخمر، وبعد ما بيختمر يهمني جدا بقى في اللحظه دي انه اول ما يجي يختمر معايا وهاجي ادهنه من فوق بالبيض او الميه والسكر او البيض واللبن، لازم اخد بالي كويس قوي اثناء ما انا بدهن الدهان بتاعي يكون خفيف، يعني ايدي تكون خفيفه جدا عليه علشان ما هبطش الخمر بتاعه مره تاني. ودي نقطه لازم اخد بالي منها كويس جدا في اثناء الدهان، لان لو عملت كده ههبط الخمر بتاعه ومش هيطلع معايا احسن حاجه. بعد الدهان انا ممكن اعمله ساده زي ما انا عايز، لو انا حابب كده ممكن اديله سمسم، ممكن اديله حبه بركه، ده او ده او ده شغال. هدخل على درجه حراره 200، ما بياخدش اكتر من 10 ل 12 دقيقه، ما بياخدش اكتر من كده بس. طيب خلونا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. عندي الحشوات بتاعتي عشان نبقى عارفين. انا النهارده هحشي بسمك، السمك بتاعي متبل، وعندي لحمه مفرومه انا برضو هتبلها قدامكم بعد شويه، عندي فراخ هنتبلها بطريقه مختلفه يعني فيها توستايه كده خفيفه جدا، وعندي جبنه شيدر، وعندي جبنه قشطه. دول الخمس حاجات اللي انا هحشي بيهم. يبقى عندي جبنه، وعندي جبنه شيدر، جبنه قشطه، جبنه شيدر، سمك، واللحمه المفرومه هعملها زي البرجر الصغير وهحشي بيها البانز الصغيره دي عشان تمشي معاها، والفراخ دي هعملها جوليانا وهعملها ستريبس صغيره عشان تمشي مع العيش الفينو، والسمك ممكن اخد منه دواير لو انا حابب، يعني هنبقى كرييتيف شويه ونبتكر، وهنعمل الحاجات دي بشكل تحفه قوي احسن كمان من اللي بيجي بره. وهستخدم مع الحاجات الخمسه دول بعض التوابل اللي عندي، زي مثلا الباربيكيو صوص، زي صوص الطحينه، زي الشيري توميتو، زي الزيتون الاسود المخلي، زي المايونيز، والبصل طبعا هستخدمه في التتبيل اللحمه بتاعتي. طيب هبدأ دلوقتي بس هنضف مكاني. هنطلع بقى مع بعضينا فاصل دلوقتي على ما انضف مكاني واظبط الدنيا، ترجعوا لي تلاقوني مظبط لكم يعني فاصل ونرجع، ما تمشوش بعيد.
رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض الحاجات اللي احنا هنعملها اللي اتفقنا عليها. هبدأ دلوقتي بس البس جلافز علشان ابدأ اشتغل بقى في ايه، في تتبيل اللحوم بتاعتنا. سمك اوريدي متبل. احنا تتبيل السمك بتاعنا بسيط جدا وخفيف. اقول لكم على تتبيله وانتوا برضو ممكن تتبلوا الحاجات دي في البيت على حسب رغبتكم. احنا متبلين السمك هنا بماسترد وتوم وسنه ملح، يعني حاجه خفيفه جدا. ماسترد وتوم سنه ملح وسنه كمون خفيفه جدا. هاخد انا ممكن اقطعه شرايح كده بالشكل ده اهو. هعمل ده شرايح بالشكل ده، تمام جدا. ودي ممكن اخليها زي ما هي بحيث ان انا اخد منها الدوائر اللي انا عايزها او على حسب الشكل اللي انا عايزه، فهخلي دي زي ما هي كده وهسيب دول شرايح زي ما هم. طيب كده السمك احنا خلصنا منه. هضطر اشيل ده طبعا وهمسك ان انا اتبل اللحمه. جلافز كمان او جلاف عشان ده واحد بس. جلافز يعني جلافزات وجلاف يعني جلاف. طيب هتبلها. اللحمه عندي اهي، هديها سنه بصل ماشي. عندي هنا توم بودره حبه صغيره كده، وهاخد عندي هنا ملح والفلفل الاسود. حلو قوي. معلقه ملح تبقى تمام. اهي نخلطها كده في بعض. كل ما كانت التوابل خفيفة كل ما ادتني طعم اعمق واحسن. وعايز اقول لحضراتكم على حاجة، ان الملح هو اكتر حاجة بتعمل طعم في كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. يعني لولا الملح تقريبا الدنيا كلها مش هيبقى لها طعم. الملح هو احسن حاجة في الدنيا، او يعني هو اللي بيدي طعم للحياة يعني بمعنى صح، وللاكل يعني مش للحياة بس كمان للاكل. ولو عندي توابل كتير حطيتها في اي اكله من غير ملح مش هيبقى لها طعم من غيره. يعني هو الملح هو اللي تقريبا بيطلع الطعم والنكهه بتاعت الحاجات الباقيه. يعني الملح هو الكل في الكل من الاخر. طيب كده تمام. هشيل ده كمان ونجيب واحد كمان. طيب انا اوريدي مولع النار على الطاسات عشان تسخن، عشان نبدا نشوي الحاجات دي على طول. احنا كده ادي السمك اهو، وادي اللحمه كمان اتبلت تمام. هاخد الفراخ عندي اهي، هعملها سلايس كده بالشكل ده. دي كمان انا لبست الجلاف في ايدي اليمين وبستخدم ايدي الشمال من غير جلاف. غريبة. هلبس واحد حالا دلوقتي حالا. خلاص تمام كده. هتبل الفراخ بقى المرة دي بتتبيلة مختلفة شوية. ثانية واحدة بس. هتبلها بالملح والفلفل الاسود. واقول لكم على تركه في التتبيل تحفه، تحفه بمعنى كلمه تحفه. ادي فلفل اسود، وادي ملح. والتركه بقى اللي في التتبيل حقيقي عمركم ما هتدوقوا طعم زي ده. هتبل بصوص طحينه، كارثه. الفراخ بصوص طحينه كارثه. واديها سنه زيت خفيف وهقلبه. اتحدى اي حد يقول على الصوص ده او التتبيله دي وحشه.
الطحينه في الاكل حلوه على فكره. تمام. طيب عشان انا لابس الجراف بتاع الفراخ فهنشتغل في الفراخ على طول. هدي بس هنا حبه زيت واجيب الفراخ. يفضل اول لما صحيح، ده انا عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا. المعلومه دي في قمه الاهميه بالنسبه للتتبيل. لما اعمل مارينيشن لاي لحوم لازم اللحوم بتاعتي تكون ناشفه من الميه تماما، علشان اضمن ان المارينيتد اللي انا هحطها لها او المارينيشن اللي هحطها لها انها تتشرب فيها. لو هي فيها ميه مش هتشرب المارينيشن اللي انا حطيتها او التتبيله اللي انا حطيتها قد ما هي ناشفه. فده مهم جدا جدا بالنسبه لي، ان كل ما اللحمه اللي معايا اللي انا بتبلها كانت ناشفه كل ما شربت معايا التتبيله. دي حاجه مهمه جدا. ينفع قوي ان انا اخلي التتبيله بتاعتي تقعد نص ساعه، ساعتين، 4، اوفر نايت، زي ما انا عايز. كل ما التتبيله قعدت في اللحمه كل ما اللحمه كان طعمها اكبر او اعمق، لان التتبيله بتتغلغل في الانسجه بتاعت اللحمه، فبالتالي بتخليها تبقى طعمها حلو. هسيب بس الجريل يسخن شويه كمان علشان اتاكد ان الفراخ بتاعتي هتطلع معايا 100 100. حلوه الحلقه دي، عجباني يعني. كل مره بقى نعجن ونعمل ومش عارف ايه وحاجات زي كده. الحلقه المره دي كسرت الروتين شويه وخلت الموضوع دمها خفيف، ولا ايه؟ ها؟ طيب. حلو. ايوه، صوت مش جامد بس شغال. اعتقد ان انا مش هحتاج اكتر من دول، كفايه قوي. نشيل اللي على جنب خلاص. مش هلبس بقى جلافزات تاني، هجيب السمك بشوكه. حلو ده صوت تحفه قوي. يا سلام. طيب مضطر البس جلافز بقى علشان عايز اشكل اللحمه. على فكره عايز اقول لكم على حاجه تاني في صوص الطحينه. ممكن بكل بساطه اقطع الفراخ اللي عندي جوليان او ترنشات خفيفه واشوحها في الطاسه، وبعد كده في الاخر خالص احط على صوص الطحينه بعد ما تستوي. بيبقى طعمها رهيب جدا جدا. جربوها في البيت هيعجبكم قوي. انا هكمل تسويه في الحاجات اللي معانا، في اللحوم اللي معانا. هجهز الكفته بتاعتنا او خلطه اللحم اللي احنا عملناها على شكل برجر صغير. هنرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض ونشوف هنشكل ونعمل السندوتشات دي ازاي او نحشيها باي طريقه. خليكم معايا عشان نكمل. فاصل ونرجع. وها نحن مرة أخرى بعد الفاصل. يا أهلا وسهلا. أنا ببساطة شديدة عملت اللحمة المفرومة اللي عندي، جبتها كده أوريكم واحدة أهي. خدت كرة صغيرة منها بالشكل ده على إيدي ودوست عليها شوية بس عشان ما تفرولش مني، وبعد كده ابتديت أعملها إيه
زي بول صغيره ودوست عليها عشان بس اعملها برجر صغير كده صغنطوط. ماشي. ورحت حطيتها في الطاسه اللي عندي اهي. اديها كمان حبه زيت خفيفه. تمام. 10 على 10. طيب ابدا بقى اعمل ايه؟ اخد الخبز الصغير بتاعي ده واجيب سكينه العيش اللي هي المشرشره، ونبدا نعمل ايه بقى؟ نفتح العيش بتاعنا بالشكل ده اهو. اهو اهو. العيش مسامه تحفه جدا من جوه و10 على 10 يتاكل حاف. واحد كمان. احنا هنفتح شويه كتار عشان هنحشي الحاجات دي كلها اهي. ده بقى هناخده زي ما هو كده، هيتفتح نصين، مش هيبقى هجيب بس طبق هنا احط فيه حاجتي علشان خاطر ايه تبقى الدنيا شكلها تمام كده وشيك. طبعا اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه، سواء اذا كان سمسم او ساده، يعني دي حاجه في ايدينا احنا. هقلب بقى البرجر الصغير بتاعنا ده. اذا كان احنا عندنا النهارده بقى ان الطبع السائد بتاع الحلقه تتبيلات لحوم وحاجات زي كده، فعايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. افتكسوا، يعني افتكسوا كده في البيت حاجات تعملوها عندكم، ويعني اطلقوا كده زي ما بيقولوا اطلق خيالك للعنان كده، ولا اطلق عنانك للخيال، ولا مش عارف تقال ازاي، بس يعني think out of the box. فكر كده بره الحاجات المعتاده وعيش حياتك بقى. يعني جرب تتبيله، جرب اتنين، هات مثلا كيلو فراخ فيليه مثلا عندك او عندك في البيت، وابداي جربي فيه تتبيلات مختلفه لغايه ما توصلي لتتبيله حلوه قوي عجبتك ثبتيها، وهكذا. يعني مش لازم نفضل ممسوكين بنفس البدايل او بنفس الحاجات اللي احنا ماسكين فيها من زمان او عارفينها. يعني زي واحده كانوا بيسالوها زمان، هو انت ليه بتحط الديك الرومي بتاعك في الفرن صحيح زي ما هو؟ قالت انا ما اعرفش، انا امي كانت بتعمل كده. فسالوا مامتها قالت لهم انا كمان ما اعرفش، امي كانت بتعمل كده. سالوا الجده الكبيره خالص، هو انت كنت بتعملي كده؟ قالت بكل بساطه ما كانش عندي غير صينيه واحده والفرن ما كانش بيساع غيرها، فكنت بحطه زي ما هو ادخله الفرن ورايح دماغي. طيب هبدا دلوقتي ان انا هجيب طبق كمان اهو، وهبدا اني محتاج كمان بلانشه اهي، بلانشه صغيره. خلاص انا ده مش محتاج له، هركنه بس على جنب كده علشان الكاميرا كمان تقدر تجيب لكم باقي الحاجات اللي احنا بنعملها. هاخد حبه شيري توميتو زي دي وهقطعها سلايس اهو، واحده كفايه جدا. هاخد حاجه زي ده، نجيب ده هنا ممكن ولا ايه؟ واخد واحده من دول مثلا اهي، واحده شيري توميتو، وادي لها واحده زيتون. ماشي. ممكن ادي لها باربيكيو صوص، يعني نقطه كده من فوق. بصوا يا جماعه عشان تبقوا بس عارفين، انا لما بعمل كده بحط حاجات عارفين اللي هي يا دوب. وهاخد بقى الكفر بتاعها وهاجي اشيل دي بس ثواني، واخد واحده خله من دي واثبت بيها كل الساندوتش. فينجر فود، بمسكها بصباعي وعلى بقي كلها والموضوع انتهى. واحده كمان، واحده كمان، واحده. ماشي اهي. وادي سلايس طماطم اهو، سلايس من الزيتون. ممكن بعد كده نجرب ان احنا نديها حبة مايونيز، يعني ممكن ده وده والحاجات دي كلها اهي. يا سلام، بص كمان شكلها لما واحد كده شكلها حلو قوي. ناخد كمان الكفر بتاعها فين اهو، تمام جدا. وادي الخلة
بحاول اثبت الخله بتاعتي على كل الحاجات اللي فيها اهي اهي اهو. طيب ناخد واحد بقى من دول، ممكن دول بكل بساطه ناخد واحده سمك زي كده اهي. ثواني بس، على فكره السمك بيبقى حلو قوي معاه المايونيز، ممكن اديها حبه مايونيز كده لو انا حابب. السمك بيبقى حلو معاه المايونيز. وبص هعمل بقى ايه اهي اهي. يا سلام عليا الطبيخ بالطماطم، ما فيه احلى من كده. نعمل بقى الحاجات دي في بيوتنا ونكبر دماغنا من قصه الشراء والحاجات دي كلها، فالدنيا تبقى تمام جدا. واحده كمان اهي، بس المره دي هناخدها بالطحينه اهو. طحينه اهي ماشي. وعمري ما هنسى الليمون ابدا، سمك يعني ليمون ماشي اهو. يلا يا معلم تمام. نخش بقى على ايه بعد كده؟ الفراخ. انا هستخدم البلانشون، ما عنديش مشكله. ممكن اعمل فراخ بطريقه بقى نفس القطاعه اللي قطعت بيها العيش، هنعمل دي كده اهو اهي تمام. هناخد شويه دوائر من الفراخ دي تبقى 10 على 10 اهو. يلا ناخد واحده من هنا اهي، واخد فراخ. ممكن ندي بقى الفراخ معاها ايه؟ اعتقد الفراخ ممكن تاخد جبنه حلو جدا، صح؟ فراخ مع جبنه حاجه هتبقى اخر جمال. واو شكله حلو قوي اهو. حط عليه دي. نديله ايه كمان؟ ممكن صوص ايه تاني معاه؟ ممكن صوص مايونيز. يا سلام على كده، ده احنا كده دلعنا الموضوع خالص. نديله الخله دي كمان، نديله الخله دي كمان. اخر جمال اخر جمال اهو. واحده كمان واحده كمان، يلا على السريع قبل ما وقتنا يخلص اهي. نعملها بايه بقى؟ باربيكيو صوص. فراخ مع الباربيكيو صوص حاجه خطيره، ما ينفعش حد يقول عليها لا. هكتفي بدي، مش هعمل عليها اكتر من كده اهي. والخله بتاعتنا كمان تبقى فل جدا. يا عيني على الكلام اهي. والجبن كمان احنا مش هنقدر ننساها خالص. هنجيب الجبنه اهي، جبنه بالقشطه بقى عندنا، او جبنه كريمي، يعني ده شغال وده شغال. الجبن بقى ممكن نعمل فيها تركه حلوه جدا، وهي كمان نقطتين ليمون. تاخد ليمون تاخد ليمون تبقى حلوه جدا. هديها نقطتين ليمون كده، وهديها شريحتين 3 من الزيتون، تبقى حلوه قوي اهي. طيب عندنا ايه تاني بقى؟ عندنا جبنه الشيدر، ما نقدرش ننسى الجبنه الشيدر اهي. بس اظبطها في الاول. جبنه الشيدر ممكن تتحط زي ما هي كده، مفيش مشكله خالص. 10 على 10، او ممكن اديها عارفين سنه مايونيز بس، يعني يا دوب اهي. واحده كمان. عايز اعمل بس اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه اخر حاجه عشان الوقت اهو. اعمل واحد من دول فراخ ومعاه جبنه شيدر. بس هاخد واحده كده حلوه طريه. يا سلام. طيب اشوفكم في حلقه جديده، واتمنى يكون الفينجر فود عجبكم والحلقه عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده.